هي إحدى مدارس التربية والرجولة، فيها يتعلم المرء أصول مجتمعه فينشأ الصغار على خطى الأجداد. المجلس الذي اتخذ أشكالا عدة في حقب الأوائل، تارة ينعقد أمام مسجد وتارة أخرى في منزل أحدهم، غير أن التطور الحضاري وتسارع عجلة الحياة ألقت بظلالها على دور المجالس، فأضحى التقاء الرجال في بعض الأحيان يقتصر على المناسبات. في العاصمة الحكاية مختلفة، ففي الأيام المقبلة سيتم افتتاح 40 مجلسا في إطار توجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لخلق مساحة تواصل بين أبناء الحي وإقامة الفعاليات المتنوعة من محاضرات وحفلات زفاف، بجانب تأكيد أهمية الحفاظ على المجالس ودورها في المجتمع. الحين ما شاء الله الحكومة مو مقصرة ويانا، بنت هالمجالس وبنت هذا وبنت هذا لأجل يتمون الناس. وكانت شبابنا أول عندهم، الحين لازم نبعد عن مجالسنا، لكن مو بهاي المجالس جالس مصغرة يعني. أما هاي ما شاء الله مجالس بتلم الفريج كله. هذا اللي نطلبه وهذا اللي نبغيه. والحقيقة هذه المجالس تلم الشباب وتكون متواصلة مع الأجيال، وكذلك النصح والإرشاد لهذا الشباب على أساس أنه ما يكون في أي مشاكل عنده مستقبلا، وتنور عقله بأن المجتمع احنا عايشين فيه نحافظ عليه بتكاتف مع كبار السن وصغار السن، ونزرع فيهم حب الولاء للوطن وحب الولاء لحكامنا. هنا في منطقة الزعاب بأبو ظبي افتتح معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة مجلس الزعاب، الذي أكد أنها إحدى مبادرات ولي عهد أبو ظبي التي تركز على إحياء الموروث الشعبي وترسيخ العادات والتقاليد والمآثر النبيلة والعظيمة للآباء والأجداد وسط حضور كبير من أبناء القبيلة والمنطقة. بداية طيبة تبشر بالخير، ونحن بدورنا يعني نسعى بأن يكون دورها أكبر، لأن هناك اليوم المجتمع الناس تباعدت في السكن وأصبحت لا تلتقي إلا في بعض المناسبات، ففكرة إنشاء المجلس كانت فكرة رائدة وموفقة، وأعتقد إن شاء الله سوف نجني ثمارها في المستقبل. المجالس التي أنشئت كملتقى لأبناء المنطقة لن تقتصر على مجلس فحسب، بل تزخر أروقتها بملاحق ترفيهية ومراكز تأهيل بدني رياضي ثقافي، ليضحى تراث الأجداد معلما حضاريا وفق معايير الأبناء. نعم، الفكرة ليست بحاجة إلى الكثير، مجلس وقليل من التنظير، لكنها تمهد لإرث وطن، حضارة شعب، راية أجيال تتوالى في هذا المكان يسرد الماضي على خطى الحاضر. أحمد اليماحي، علوم الدار، من منطقة الزعاب، أبو ظبي.